انت شغال صح ولا لا. خد معايا المؤشرات التالية. واحد، لما تسأل ما رؤيتك ترد زي لما تسأل ما اسمك. وانك تعرف تفرق بين الرؤية والرسالة مهم جدا. قول لي رؤيتك ايه ورسالتك ايه، وبدون ما نرجع لتذوق فني كده في حياتنا. يعني كتير من الناس بيجاوبوا على حسب رؤيتهم وتذوقهم، وجربوها وشافوها وقالوها وحاولوها. لا، الافضل ان انت تقرأ ما هي الرؤية وما هي الرسالة وتفرق بينهم، وانك لا تنشغل بغيرك وانشغل بالهدف، ولا تنشغل بمن هو اعلى منك حتى وان كان القدوة. وانك كل يوم في قراءة وفي زيادة وفي معرفة وفي علم، وانك كل ما نفسك تاخدك الى حيث لا تركيز انت تاخدها بالدراية والفهم والوعي الى التركيز. واذا اردت ان تعرف الى اي مدى سوف يكون مقامك وناجح وعظيم في يوم من الايام، حدد لي الان قدرتك على ماذا سوف لا تركز في الحياة. كتير من الناس بتهلك بسبب التشتت. عايز تعرف انت ماشي صح ولا لا؟ قول لي انت قادر على انك تركز، وقادر على انك تفقد تركيزك في الاشياء التي لا ينبغي ان تركز فيها ولا لا.